سلام أيها الأحبة، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا وصفة تاع سردين مقلي بطريقة مختلفة، إن شاء الله تنال إعجابكم. عندنا هنا السردين منقي، وعندنا هنا مهراز نحطوا فيه فصوص تاع الثوم، نتوما والكمية تاع السردين اللي عندكم، نضيفوا عليه الملح ونهرس الثوم ديالي. بعدها نضيف عليه ملعقة كبيرة تاع فلفل أحمر مطحون حلو، وملعقة واحدة حارة، وكل واحد كيف يحب تقدري ديري نصف الملعقة. نزيدوا الكمون اللي هذا ضروري في السردين، وفلفل الكحل والملح كنا درناه في الأول، وعندي نصف ملعقة صغيرة طماطم مصبرة. نخلط هادو المكونات كامل ونزيد عليهم ملعقة تاع زيت الزيتون، ملعقة زيت الزيتون. واذا حبت دير زيت عاديه كيف نخلط جميع المكونات نتحصل على هذه الدرسه. هنا نشد الدرسه ديالي ونعمرها في جهه، في شرائح هذو تاع السردين في جهه واحده. راكم تشوفوا هنا راهم مستفين وحده بوحده هكذا، باش كل جهه نغلقها بحبه، كل حبه نغلقها بحبه اخرى باش تجيني العمليه سهله. يعني هنايا كما راكم تشوفوا راني ندير في الدرسه في الحبات تاع السردين ديالي نحشيهم بهذيك الدرسه، يعني ما نكتروش بزاف، نديروا الكميه اللي تغطي لنا الحبات تاع السردين ديالنا. من بعد نرفد الحبه ونغلقها مع الحبه اللي تقابلها باش تجينا العمليه سهله ويكون عندكم الحساب قد هذه هكذا نتحصل على الحبات تاع السردين ديالي. نكمل انايا مع كامل الحبات حتى نكمل الكميه اللي راهي عندي. فوالا كما راهو تبان لكم هنا في الصوره. ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها وتجي بزاف بنينه، خاصه رانا في موسم يعني تاع السردين واجد في كل وقت. ان شاء الله تنال اعجابكم. هنا عندنا فارينه، كما تقدروا ديروا نص فارينه ونص لا شابلور تجي بزاف بنينه وتجي مقرمشه. انا ما عنديش لا شابلور، درت غير الفارينه، زدت لها شويه فلفل الكحل وشويه كمون وشويه ديال الملح هكا باش ننكه الفارينه ديالي ويجيني بنين اكثر. نخلط كلش هكا باش تنسجم المكونات، ثم نرمد الحبات تاع السردين ديالي في الفارينه كالعاده باش نقليوه. نرمدوه من الجهتين في الفارينه ونديروه في زيت ساخنه نقليوه. الزيت ما تكونش بزاف يعني قليله، تكون الزيت تكون كميه شويه متوسطه باش يتقلى شباب ويتقلى يعني جيدا. ننفض شويه الفارينه باش ما تحرقليش في الزيت وما تجيش الزيت كحله، ما توليليش الزيت كحله من بعد كي تقلي الباقي باش تقعد الزيت ديالنا انقيه. هكا ننفضوها شويه كما راكم تشوفوا، تخلوها تريح شويه هكا باش تشرب شويه هذيك الفارينه، ما تكونش تلصق مليح في الحبه وما تطيحناش في الزيت. بعدها نقليوه في زيت ساخنه. وهي هنا النتيجه النهائيه. جربوا وبالصحه والراحه في وصفات اخرى.